سألتش نفسك في مرة قبل كده ليه لما حاجة في جسمنا بتتجرح أو بتتعور الجسم كله بيتفاعل معاها مش بس الجزء الصغير اللي اتعور ده؟ وليه مثلا إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ أكيد سألت نفسك السؤال ده قبل كده، ولأنه كل فعل رد فعل من رحمة ربنا إن مش جزء بس واحد هو اللي بيرد الفعل على الفعل اللي حصل، لأن لو كان رد الفعل عن طريق الجزء بس اللي اتجرح كان ممكن أنت أصلا ما تديش أي رد فعل، لأن مصدر ردود الأفعال هي المخ، أو بالمعنى الشمولي بقى هو الجهاز العصبي. تعال ندي مثال، مثلا انك اتعورت في رجلك او في يا سيدي صابع رجلك الصغير. اول حاجه المكان اللي اتجرح ده بيبعت اشارات عصبيه خلال الجهاز العصبي توصل للمخ او للحبل الشوكي، وده على حسب ايهما اقرب وعلى حسب خطوره الجرح. لما تيجي توصل الاشاره العصبيه للجهاز العصبي بيبدا الجهاز العصبي يترجمها، اذا كان الجرح ده ناتج عن خطوره معينه فيبدا يفرز الادرينالين، او بمعنى اصح يبعت اشاره للغده الكظريه تخليها تفرز الادرينالين. انا عايزك تتخيل معايا الوصله من الاول للاخر، يجي يطلع الادرينالين دوت بقى ياثر على وظائف الجسم على حسب هو بيعمل ايه اصلا، لان الادرينالين ده اساسا هرمون عنيف بيفرز بشكل رسمي كجزء من اجزاء القتال او الهروب، هيروح يزود ضربات القلب ويزود توتر العضلات. ده غير ان هو بيمد جسمك بالطاقه عن طريق ان هو بيروح لاجزاء تانية من خلايا الجسم عشان تزود بس الجلوكوز في الدم، واللي هو المصدر الاساسي للطاقه للجسم. فما دام اداك طاقه للجسم اكيد هيروح جاي يستغلها بانه يخلي جسمك في حاله استنفار ويكون كلك طاقه تعمل حاجات اصلا انت عمرك ما عملتها في حياتك، وده اللي ممكن يخليك تتعصب وتتحرك بشكل لا ارادي. وده كله خلي بالك بسبب اول نقطه صغيره احنا بدانا من عندها وهي صباع رجلك الصغير. ده غير طبعا ان الالم ليه تاثير نفسي عليك، يعني مثلا مش لما تيجي توصل اشاره للدماغ ان في خطر حواليك يروح يبعت ادرينالين وبقى موال كبير وطاقه ومش عارف ايه عشان وانت بتهرب من الخطر اللي حواليك تسمع لام كلثوم مثلا. فالالم ده اكيد بيأثر على حالتك المزاجيه والنفسيه، وبرضه اللي بيخلي ردود افعالك بعض الاحيان عنيفه، وده برضه على حسب الخطوره. الجسم كله بيشتغل كمنظومه واحده، لما جزء بس بيتاذي بيتفاعل مع الجسم كله كأنه كله بيتألم، اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى.